بعد ما تعرفنا الدرس الماضي عن الساين والكوساين والتانجن، اليوم رح نتعرف عن أهم علاقتين بين هدول النسب المثلثية الثلاث. أول قاعدة وعلاقة بيناتهم هي بأنه الساين مربع تيتا زائد كوساين مربع تيتا يساوي واحد. أول شي بدنا نقول شو يعني تيتا. بالجبر نحن عنا المجهول هو إكس، بالهندسة بيسموها تيتا. طيب على ساين الزاوية تيتا زائد مربع أهم شي التربيع زائد كوساين مربع تيتا يساوي الواحد. ناخذ مثال، يعني مثلا عنا ساين الزاوية 50، إذا ربعناه وجبنا كوساين كمان ال50 وربعناه جمعناه مع بعض رح يطلع عندي الناتج هو الواحد. طيب أما بالنسبة لتانجان تيتا يساوي ساين تيتا على كوساين تيتا، يعني التانجن للزاوية 50 مثلا، أو تانجن لأي زاوية، تانجن مثلا 40 يساوي ساين 40 على كوساين 40. رح نبدأ سريعا بتمارين هذا الدرس لحتى نعرف كيف نطبق هدول العلاقتين. أول شي عندي تحقق من فهمك، صفحة 20. تحقق من فهمك صفحة 20. عم يقلي السؤال انه انا عندي مثلث قائم فيه زاوية تيتا، زاوية حادة تكون هي الزاوية تيتا، وكوساين التيتا كوساين تيتا عم يقول لك انه هو 4/5. الطلب الاول: ما هي المتطابقة التي تفيد في كتابة ساين مربع تيتا يساوي 1 ناقص كوساين مربع تيتا؟ هلا من نحن من القاعدة اللي عندنا هون فوق، اذا الساين تيتا مربع ساين مربع تيتا زائد كوساين مربع تيتا يساوي 1. هلا إذا بدي أعزل أنا الساين مربع لحالها، شو بعمل؟ بنقول الكوساين مربع لهذا الطرف الثاني من المساواة، معناته بيصير عندي ساين مربع تيتا يساوي 1 بعد ما نقلت الكوساين مربع لهون، ناقص طبعا لأنه نحن بنعرف إنه يلي بننقله هون نغير إشارته، ناقص كوساين مربع التيتا. هذا الطلب الأول. الطلب الثاني عم يقول لك استنتج الساين مربع تيتا ثم استنتج الساين. هلا هون أنا عندي هي العلاقة بتفيدني لحتى استنتج الساين مربع. أنا بعرف شو هي الكوساين تيتا، شو بحط تربيعها. الكوساين تيتا هو قال لي إنه هي 4/5، فساين مربع تيتا تساوي 1 ناقص الكوساين مربع تيتا. قديش يعني 4/5 مربع. طيب اوعكم تحلوا هذا التمرين بدون ما تربعوا كل شيء، او مثلا حدا يعمل فيها خطة ذكية على اساس انه اول شيء يحطهم كلهم تحت الجذر بعدين يحلون. اول شيء بنربع بعدين بنحل شوي شوي. طيب هلا ساين مربع تيتا معناتها تساوي 1 ناقص 4 مربع 16 على، نحن بنعرف انه التربيع بيتوزع على الوسط وعلى المقام، على 25 بتوحيد المقامات لأنه هذا مقامه 1 يساوي 1 25 على 25 ناقص 16 على 25، وساين مربع تيتا يساوي 25 ناقص 16 9 على 25. وهذا الجزء الأول من الطلب الثاني في تحقق من فهمك. طيب عمل لك استنتج ساين مربع ثم الساين بدون تربيع. هلا هذا الساين مربع طلع معنا 9 على 25. ساين بدون تربيع يساوي شو؟ بجذر هذا الناتج. نحن لما نقيم التربيع بالجذر 9 جذر 9 على 25 ويساوي 3 على 5 وهو ساين تيتا. الطلب الثاني من تحقق من فهمك عم يقول انه في عندي انا مثلث ABC قائم في A. نحن نرسمه نحن مشان تكون عنا الفكرة أوضح. قائم في ABC مثلث قائم. طيب عم يقول لك إنه فيه ساين البي تساوي، طبعا نحن عم نحل السؤال الثاني من تحقق من فهمك. ساين البي يساوي 7 على 25. 7 على 25. عم يقول لك احسب الكوساين بي ثم ساين ثم تانجن بي. طبعا احنا عرفنا كيف نحسب. فينا نسألنا علاقتين،
العلاقة اللي حنستخدمها هي نفسها تبع التربيع، يلي بتقلك انه ساين مربع البي او تيتا نفس الشي. هلا هون عنا زاوية اسمها بي زائد كوساين مربع بي يساوي الواحد. هلا انا مين بعرف من بيناتهم؟ بعرف الساين. هلا انا بدي مين؟ عم يلي احسب الكوساين. بعزل الكوساين هلا تربيع لحالها، بتصير كوساين مربع البي تساوي واحد ناقص ساين المربع بي. طيب كوساين معناتها مربع يساوي واحد ناقص ساين مربع بي. شو هو الساين؟ 7/25، يعني 7/25 مربع، ويساوي يساوي واحد ناقص 7 تربيع 49، 25 تربيع هي 625. بعد ما وحد المقامات بيطلع عندي الناتج 625 ناقص 49 على 625 اني وحدت المقام يساوي 576 على 625. طيب هلا هذا كله كوساين بي مربع. طيب يساوي قديش؟ 576 على 625. هلا الكوساين بي معناتها شو هو؟ هو جذر كوساين البي يساوي جذر 576 على 625، ويساوي 576 جذرها 24، و625 جذرها هو 25. فكوساين بي تساوي جذر 24 على 25. هلا التانجن شو هو؟ التانجن بي يساوي الساين. نحن بنعرف انه التانجن بي يساوي ساين البي على كوساين بي، او من الدرس الماضي هو المقابل على المجاور. طبعا هو لا عنا مقابل لا عنا مجاور، فبنستخدم هي القاعدة نحن. الساين البي شو هو؟ 7 تانجن بي تساوي ساين البي يعني 7/25 على الكوساين البي اللي هو طلع معنا 24/25، ويساوي 7/25 ضرب مقلوب هاد اللي هو 25/24. هاد مع هاد بيروح بيصفى عندي 7/24، وهو تانجن البي. هلا رح نحل تدرب صفحة 20. تدرب صفحة 20. السؤال الأول عم يقول لك إنه ABC مثلث قائم، وتانجن البي، هذا السؤال فكرته جديدة، تانجن البي تساوي 3/4. طيب احسب كل من ساين بي وكوساين بي. انتبهوا كتير وركزوا بهذا السؤال لأنه فكرته متكررة. نحن بنعرف إنه التانجن يساوي ساين تانجن البي تساوي ساين البي على كوساين بي. طيب هو قايل لك انه التانجن قديش قيمته؟ 3/4. هلا انا كيف بدي طلع ساين بي وكوساين بي اذا ما عندي واحدة من التنتين؟ بدي انا واحدة منه لحتى اعرف طلع الثاني بالعادة، هيك مو هيك من الاسئلة الماضية؟ طيب هلا هون رح نستخدم نحن درس خواص التناسب لحتى نعرف الساين والكوساين. اولا انا هلا عندي ساين بي على كوساين بي قديش قيمتها؟ من قيمة تانجن بي يلي هي 3/4. طيب هلا انا شو بساوي؟ انا رح ربع الطرفين، ربع هي هذا الطرف كله وهذا الطرف كله، فبصير ساين بي على كوساين بي مربع كلياته يساوي 3/4 كمان مربع كلياته. هلا ساين، هلا التربيع بيتوزع على البسط والمقام، فعندي ساين تربيع بي على كوساين مربع بي يساوي، صار عندي 3 مربع شو هي؟ 9/16 يلي هي تربيع 4. طيب هلا وبعدين شو بدي يساوي؟ هلا أنا عندي خاصية بخواص التناسب بتقلي إنه فيني أجمع كل بسط لمقامه. إذا كان عندي نسبتين متساويتين فيني أجمع كل بسط لمقامه على المقام. يعني ساين مربع بي زائد كوساين مربع بي على كوساين مربع بي تساوي 9 زائد 16 على 16. يلي ما فهم علي هون درس خواص التناسب بيشرح له اياها، انه فيني اجمع كل بسط الى مقامه بالطرفين.
جمعت التسعة إلى 16 المقام تبعها، وجمعت الساين إلى الكوساين تبعها يلي هو مقامها. طيب أنا بعرف إنه ساين مربع، الخاصية الثانية شو بتقول؟ إنه ساين مربع زائد كوساين مربع شو يساوي؟ الواحد. معناته صار عندي أنا 1 على كوساين مربع ب يساوي 9 زائد 16. 9 زائد 16 هي 25 على 16. هلا الكوساين مربع معناته قديش يساوي البي؟ كوساين مربع بي يساوي 16 ضرب 1 ضرب إجداد طرفين بالوسطين، 16 ضرب 1 على 25 ويساوي 16 على 25. هذا مين؟ هذا الكوساين مربع. طيب الكوساين شو هو حيكون؟ الكوساين بي رح يكون جذره. كوساين بي يساوي جذر 16 على 25. اوعكم تخربطوا انتو بالامتحان بكرة تحطوا الجواب هو جواب الكوساين مربع، لازم اخر شي تجذر لحتى تحصل الكوساين بدون تربيع. فهون الجواب 4 على 5. طيب هلا طلعنا الكوساين، هلا صفي عنا نطلع الساين. ساين نحن بنعرف انه ساين مربع زائد كوساين مربع يساوي 1، فساين البي مربع زائد الكوساين يساوي 1. هلا دغري بقول معناتها الساين قديش؟ ساين تربيع، ساين تربيع بي تساوي 1 ناقص الكوساين مربع يلي هو طلع معي قديش؟ كوساين مربع ناقص 1 على 16 ناقص 16 على 25. ساين بي مربع تساوي 1 بتوحيد المقامات 25 ناقص 16. 25 ناقص 16 على 25. الجواب هون عندي ساين مربع لحد هلا انا عم بحل 9 على 25. طيب معناتها ساين البي قديش؟ هو جذر 9 على 25 ويساوي 3 على 5. هلا السؤال الثاني بيتدرب، ما رح نحله كونه الفكرة تبعه تكررت كتير. السؤال الثالث عم يقول لي لتكن تيتا قياس الزاوية الحادة. طبعا انت هلا المفروض معي فاتح معي الكتاب. لتكن تيتا قياس زاوية حادة وكوساين تيتا يساوي 15 على 13 وتانجل تيتا يساوي 12 على 15. هو عم يقول لك الساين عفوا التانجن هو 12 على 5 والكوساين يساوي 5 على 13. عم يقول لك احسب قيمة الجيب. شو هو الجيب؟ الساين يعني قصده. احسب قيمة الساين بطريقتين. اول طريقة شو هي؟ هي انه التانجن يساوي ساين على كوساين، ما هيك؟ طيب ما رح نحله هيك بهالسرعة هي مشان انه فكرته سهلة. ساين على كوساين يساوي التانجن. شو هلا انا بعرف قيمة الكوساين، بعوضها بحط بدالها 5 على 13 والساين بتكون كوساين ضرب 12 على 5. هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي تبع ساين مربع زائد كوساين مربع، ما فيها شي. طيب نحن عم نحل تدرب سؤال 3. طيب هلا الطلب الأول كان سهل كتير. الطلب الثاني عم يقولك أتكفي. الطلب الثاني بتدرب أتكفي معرفة إنه كوساين تيتا يساوي 5 على 13 لمعرفة الساين والتانجان. إذا أنا أعطيتك الكوساين بس فيني أعرف قيمة الساين والتانجان لهي الزاوية. طيب كيف نحن نعرفها؟ عن طريق أول شي بدي طلع الساين. هلا الكوساين معي أنا. الساين شو عندي أنا؟ العلاقة بتقول إنه ساين مربع تيتا زائد كوساين مربع تيتا يساوي 1. هلا ساين مربع تيتا تساوي 1 ناقص الكوساين مربع تيتا يساوي 1. طيب ويساوي 1 ناقص كوساين مربع قديش يعني تربيع 5 على 13 يعني 25 على، أنا عم حل بسرعة مشان الفيديو ما يطول. 25 على 169. 169 تربيع 25 تربيع 13 169. مع توحيد المقامات صارت الساين مربع تيتا تساوي 1 مع 169 ناقص 25 على 169 ويساوي 169 ناقص 25 144 على 169. هذا ساين مربع.
الساين شو هو؟ دغري لازم نعرف نحن ساين تيتا تساوي جذر 144 على 169. صار عندي أنا الجواب 12 على 13، وهذا الساين التيتا. هلا التانجان صار كتير سهل. التانجان شو هو؟ تانجان تيتا يساوي ساين تيتا على كوساين تيتا. طيب ساين هلا أنا طلعت 12 على 13، والكوساين شو هو؟ 5 على 13. 5 على 13 تانجان يساوي هلا 12 على 13 ضرب مقلوب 13. 5 على 13 يعني 13 على 5. هلا 13 مع 13 بتروح 12 على 5، وهو جواب التانجان. هذا الطلب الثاني لتدرب 3 صفحة 20. هلا الطلب الثالث يلي هو أصعب شوي من الطلب الثاني، عم يقولك إذا أعطيتك بس التانجان، إذا أعطيتك إنه تانجان تيتا تساوي تيتا يساوي 12 على 5، هل فيني أعرف أنا الساين والكوساين؟ ما فيها شي. فيني أعرف الساين والكوساين؟ فيني أعرف الساين والكوساين. مثل ما قلنا نحن التانجنت بستخدم قاعدة التانجنت تيتا تساوي ساين تيتا على كوساين تيتا، وهو قال لي إنه التانجنت قديش يساوي 12 على 5. طيب شو بساوي أنا بهالحالة؟ بقول له بهدول النسبتين هدول شو بساوي؟ بربع الطرفين. هلا من شوي ذكرناها نفس الحل، طريقة الحل بربع الطرفين. ساين مربع بتصير تيتا، بربع هذا الطرف وبربع هذا الطرف، بيصير ساين تيتا على مربع على كوساين مربع تيتا يساوي مربع على 12 144 مربع على 5 25. هلا شو بساوي؟ بستخدم خاصية التناسب اللي بتقلي فيني اجمع كل بسط الى مقامه. ساين مربع تيتا زائد كوساين مربع تيتا على الكوساين مربع تيتا يساوي 144 زائد المقام تبعها زائد 25 على 25. طيب ما عاد كفت الصفحة، حنكفي هون. هلا معناتها عندي شو الساين والكوساين شو يساوي؟ ساين تربيع وكوساين تربيع الواحد واحد على كوساين مربع تيتا يساوي 144 25. صار عندي 169 على 25. هلا الكوساين مربع تيتا تساوي 25 ضرب 1 على 169، خاصية جداء الطرفين بالوسطين. 25 ضرب 1 على 169 ويساوي يعني 25 على 169. هلا هذا الكوساين مربع. شو هو الساين؟ عفوا شو هو الكوساين؟ الكوساين هو جذره. كوساين تيتا يساوي جذر 25 على 169 يساوي 5 على 100. جذر 25 5، جذر 169 هو 13. هلا الساين بنحلها بطريقة ساين مربع تيتا زائد كوساين مربع تيتا يساوي 1، وبعدين بنطلع الساين مربع بعدين بنجذرها، وهيك بنكون احنا خلصنا الدرس يلي يعد مهم جدا، يلي هي أهم قواعد النسب المثلثية. إذا في عندكم مشاكل أو أي شيء، في عندي أنا محطوط بالفيديو رقم الواتساب أو صفحات السوشيال ميديا. السلام عليكم.